ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده كنت عايزه اتكلم عن اللحظه اللي احنا بنقرر فيها ان احنا الحلم او الهدف اللي عندنا عايزين ان احنا نتخطى مرحله ان احنا بنتخيله وبنفكر فيه لان احنا فعلا عايزين نحققه، وعايزيننا نتخيل مع بعض ان احنا اكننا بنفكر فيها ان احنا بنبني بيت، اللي هو انت معاك طوب وفي اسمنت وفي كل الادوات اللي انت هتحتاجها وفي عدد من الخطوات المعينه اللي انت محتاجه تخلص وتبقى كلها مظبوطه عشان تعرف تبني على اللي بعدها. وان طبعا ان ده بروسيس هياخد وقت وان هي عمليه محتاجه كونسيستنسي ومحتاجه عدد طوب معين يتحط. فعايزه اقول حاجتين عن الموضوع ده. اول حاجه فكرت فيها ان احنا علاقتنا مع الهدف لما تبقى مختلفه دي اكنك بتحاول تتعرف على شخص من اول وجديد. فبدل ما علاقتك مع الهدف كانت طول عمرك ان انت بتتخيله بس، اللي هو انت في لحظه اول ما بتبقى عايز تفكر في الحلم او التصور بتاعك انت بتعرف عادي تجيبه هنا في دماغك. دلوقتي انت عايز من الحلم ده ان انت تبدأ تتعرف عليه في علاقة جديدة تماما عشان تبنيه بقى. الموضوع هياخد وقت اطول بكتير وهياخد مجهود اكتر بكتير، وهياخد ان هو لازم يبقى فيه شوية حاجات مش شرط تبقى مريحة ومش شرط ان هي تبقى سهلة طبعا عشان توصل له، بس انت لسه الحلم ده اكنه جواك علاقتك لشخص. نحتاج نغير مفاهيمنا عن الشخص ده عامل ازاي او الحاجة دي عاملة ازاي. ساعات احنا بناخد وقت كتير قوي عشان نستوعب ده. لو ابتدينا نفهم ان هو اوكي الحلم ده نفس الاسم بس هو دلوقتي علاقتي معاه محتاجه تبقى مختلفه تماما، انا بتعرف عليه من اول وجديد، وفي العلاقه الجديده دي هو هيبقى طالب مني حاجات اكتر وانا هبقى طالبه منه حاجات اكتر عشان عايزه الحلم ده يتحقق في الحقيقه. فهي هتبقى علاقه متبادله اوف ان انا بستثمر في الحلم اكتر عشان هو يديني اكتر. فدي اول حاجه، واي ثينك ان هي زي سويتش معين احنا لازم اللي هو كل يوم بنفكر نفسنا ونقفش نفسنا لما بنكون بنفكر في الحلم بالمفهوم القديم او اللي هو النتائج هتجيلي حالا والطوبة دي هي اللي هتبني البيت. ان احنا نقفش نفسنا في ده ونبدأ ان احنا نحاول نري واير الثوتس اللي عندنا والمفهومنا القديم عن الحلم ده. تاني حاجة ليها علاقة بفكرة ان احنا نفكر نفسنا اللي هو مفيش حاجة اسمها ان انت تحط مجهود ويبقى مش بيقربك. يعني ايه اصلا ان انا ابقى اللي هو انا بحاول ابني بيت او اوضة ولو انا في ايدي طوبة وبحطها وبحط الاسمنت وفور سام ريزن جوه دماغك بتقولك بتحسسك ان ده مش بيفرق في حاجه. يعني ايه؟ ما هي طوبه في ايدي طوبه في ايدي وانا ببني بيها البيت، فلا اكيد بيقربك. يعني اكيد ده مش بيبعدك اتليست، عشان احنا ساعات دماغنا بتبقى اللي هو لما بنبدا ندخل في الحاجات الصعبه اللي بنحتاج نعملها عشان نوصل لاحلامنا ساعات بنحس ان الطوبه دي هي اللي موقفاني اصلا. يعني الطوبه دي هي اللي موقفاني عن ان انا اوصل للحلم، لو ان البيت ده يبقى مبني مثلا. بس طبعا دي مش حقيقة. ساعات بنبقى محتاجين ان احنا نفكر نفسنا اللي هو الطوب عندك في المثال بتاعك في حلمك الطوب ده عبارة عن ايه، وان انت لما يجيلك افكار بتاعت ان اللي هو انت حاسس انك بتحط مجهود وهو مش بيحصل فيه حاجة، ان لا هو مفيش حاجة اسمها كده. يعني هتحط طوبة هتحط اسمنت التصور بيكمل اكتر. يعني محتاج ان انت الافكار اللي بتجيلنا دي بقى بتاعت اللي هو اللي انا بعمله ده مش هيفرق او الكونسيستنسي يعني مش هتشتغل ليا، عشان دي بتبقى حاجات في الباك جراوند عندنا كتير قوي واحنا مش حاسين بيها. ان لا مفيش حاجه اسمها كده، هي طوبه هو اسمنت وانا ببنيه. ممكن نحاول نتخيلها بان اللي هو انت لو البيت ده قدامك حط ليبلز بجد على الستبس اللي بالنسبه لك طوب والاساس والبنيه التحتيه، البنيه التحتيه اللي انت محتاجها في حلمك. أم، عشان تبقى تفكر نفسك وانت بتحط الطوبة ان لا الطوبة دي مهمة ومجهوداتي مش بتروح في الارض. وحتى لو الطوبة دي بتديني حاجة غير اللي انا كنت متوقعها في الاول، يعني الطوبة دي مش هتبني لي البيت بس الطوبة دي هتبني لي البيت، يعني هي مش هتبني البيت حالا بس هي انت محتاج الطوبة دي عشان تبني البيت وانت بتعمل حاجة مهمة that matters. مفيش حد قوي هيقول لنا الكلام ده. محتاجين ان احنا نمرن دماغنا ان هي تبقى بتقوله لنا من جوه. واظن دي حاجة من الحاجات اللي بتفرق الناس اللي فعلا بيبنوا البيت وبيخلصوا وبيسعوا للآخر لحلمهم يتعلموا من كل طوبة بيحطوها. بس ولسه أظن في حاجات كتير قوي ممكن نتعلمها في الموضوع ده، فهحاول أعمل دي زي سيريز عشان أزود عليها كل ما حاجة جديدة ممكن تبقى مفيدة تيجي. وشاركوني في الكومنتس أفكاركم برضو. لو حابين توبكس زي دي ساين اب في الفورم اللي تحت ده. احنا ساعات بنعمل ديسكشن سيركلز تبع اكتشافات ديلي في القاهرة عادة أو ساعات أونلاين بنناقش فيها مواضيع شبه دي. بس بيبقى فيها اكتيفيتيز اكتر وممكن تقابلوا ناس، بيبقى مجاميع صغيرة. بس اشوفكم المرة الجاية.